السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبعود الايام عليكم وعلينا بألف خير وسعادة وهنا، وربنا يفك كربكم وكربنا وكرب اخواتنا الفلسطينيين يا رب بحق الشهر الكريم. النهارده اول يوم رمضان، تعالوا نعمل الخشاف بتاعنا وتعالوا نشوف الفطار بتاعنا هيبقى فيه ايه وايه الفكرة اللي انا بقدمها فيه. ما تتوبش يا ركي. ركي على الجنب وانا بسجل يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي وربنا يفرحنا ويفرحكم يا رب. هنا جبنا ايه؟ قمر الدين. انا احب الخشاف بقمر الدين يا جماعه. ما بنا انا واولادي مش بنحب اللبن عليه، بنحبه بقمر الدين. هنا قطعت عفوا يا جماعه. هنا قطعت كده ربع لفه قمر الدين او اقل طبعا من ربع اللفه، وقطعتها كده وحطيت عليها ميه سخنه بحيث ان هي ما تاخدش معانا وقت، وحطيت عليها السكر واديتها تقليبه وغطيت عليها. تمام. تعالوا نعمل بقى التمر هند اللي احنا فرزناه مع بعض. مجرد ان احنا نحط السكر والميه والتمر هند البودر اللي احنا عملناه مع بعض بس، ونسيبه بقى على جنب كده. ده كيس مانجا يا جماعه من اللي احنا مفرزينه في التلاجة عندنا. ده كان على الصفحه القديمه السنه اللي فاتت في الصيف اللي فات، ماشي. وطلعنا كيس كده وهنحطه يسيح مع نفسه. تمام. تعالوا بقى نكمل بقيه الخشاف بتاعنا عبال قمر الدين بتاعنا ما يدوب ويبرد كمان. هنا عندنا القراصيه والمشمشيه والتين. قصقصيها كده. ليه بتقصقصي التين يا منى؟ طبعا اكيد ناس بتستغرب من النقطه دي ان انا ما بحطش دي كلها، اللي التينيه زي ما هي سليمه. انا بقصقصها يا جماعه كده عشان التين نفسه طعمه يظهر في الخشاف، بيبقى طعمه حلو جدا عن ما بتحطي التينيه سليمه. كده كده انا بحط كميه مفيش مشكله، بس حطي الكميه اللي تريحك، ولكن قطعيها عشان تاخد طعمها من طعم بعضها. تمام كده. وبحط ساعات اقطع برضو المشمشيه بحيث ان هي تبقى برضو بنفس القصه، وساعات ما اقطعهاش. تمام كده. وهنحط القراصيه. هنا بقى جبنا البلح كده، بدانا ان احنا نفصصه زي ما انتم شايفين كده، وهغسله غسله حلوه بعد ما بفصصه. تمام كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل وبسيط ولذيذ. عارفين يعني ايه لذيذ؟ رغم ان اليوم ده سبحان الله بيبقى متعب يا ابني بس بيبقى متعب، ولكن هو يعني في لذاذه كده. يعني يوم سبحان الله، ربنا يا رب كده يقعدها علينا الايام بخير وما يقطع لناش عاده يا رب. تعالوا بقى هنا. كنا بنعصج اللحمه وعلشان نشوف هنعمل بيها ايه. جبت هنا ده ربع كيلو لحمه. طب الربع كيلو لحمه ده يا منى هتعملي بيه؟ هعصج بيه يا جماعه، وهنخليه يعني بصي يعدي مننا نص كيلو، يعني يبقى حوالي كيلو الا ربع. طب ليه يا منى؟ هنحط عليه بصلتين كده زي ما انت شايفه حلوين، وهتحسي بطعم اللحمه كمان. تمام كده زي ما انت شايفه كده. بدانا نفككها، وهنا حطيت بقى فلفل الوان اخضر اصفر احمر اللي موجود عندك. تمام. حابه تحطي فلفل سبايسي حار براحتك، انا مش هحطها طبعا عشان الولاد. تمام. تبلي بقى بابريكا، فلفل اسمر، بهارات، كمون، كزبره، رشه جوز الطيب كده زي ما انت شايفه. عندك هنا طماطميه مبشوره اهي، طماطميه كبيره حلوه كده، وشويه ملح زي ما انت شايفه كده. وتبلي حاجتك بالتتبيله اللي تعجبك، وحط عليها قالب الماجي بتاعك. انا بحط نص قالب، مش محتاجه القالب كله. تمام كده حبايبي. معلش لو زوري تعبان وصوتي تعبان، بقالي يومين والله واقفه على رجلي. كل سنه وانتم طيبين. ما انا زي ما قلت لكم رغم ان اليوم بيبقى متعب لكن بيبقى لذيذ. انا ما كانش عندي لسه شوربه، فحطيت زي ما انت شايفه كده نص كوبايه ميه بحيث ان هي ايه تسوي اللحمه بتاعتي. تمام. ادي العصاق بتاعي اهو، بسم الله ما شاء الله عامل معانا كميه حلوه. هتشوفوا احنا هنعمل منه ايه وهيفيد معانا كمان. تمام كده حبايبي. اركني بقى العصاق بتاعك على جنب وتعالي نشوف اللي بعد كده هنعمل بيه ايه. هنجيب هنا العصاق بتاعنا زي ما انت شايفه كده، وناخد منه طبق. ده انا كمان كانت هتحرق مني يا بنات، لان كنت بعمل كذا حاجه. قصتك ايه في الحاجات ديت؟ ان انا ساعات بسرح والله في الحاجه اللي انا بعملها، ببقى بعمل كذا حاجه مش في يوم رمضان بس، في الايام العاديه كمان. ماشي. عندنا هنا سبرينج رول كده زي ما انت شايفه كده، وكنت محضره معلقه دقيق في ميه ومقلباهم في بعض، وبقيت احشي الحشوه بتاعتي زي ما انت عايزه. حابه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، مش حابه خالص. انا ما حطيتش صراحه عندي، ولكن ما حطيتش. كسلت يا بنت كسلت، بس هي بتبقى جميله جدا لما بتحط لها جبن كده، بتبقى حلوه قوي. تمام. وبقيت اقفلها زي ما انت شايفه كده. لفها سهل وبسيط زي السمبوسه. انا بصراحه المره دي ما جبت السمبوسه، ما كانش عندي وقت والله يا بنات. ماشي.
يا زوري تعبان قوي يا بنات، حد يقول لي خدي حاجه سخنه، ما عنديش وقت حتى اعمل حاجه سخنه لنفسي. تمام كده، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يا رب نفرح كده دايما، وربنا السنه ان شاء الله السنه دي يفك كرب اي حد. رب بالله عليكم تدعوا لنفسكم وتدعوا لي وتدعوا لاخواتنا الفلسطينيين، يا رب ربنا يكرمهم كده ويصبرهم يفكها عليهم ويفك كربهم يا رب. اللهم امين. بالله عليكم تنزلوا في التعليقات بالدعوه ديت وتقولوا اللهم امين يا رب. ماشي. تعالي بقى، كان عندي حتتين ممبار هنا، يعني عارفه هيعملوا بتاع معانا 5 6 صوابع والله يا بنات، يعني مش عدد. عارفين فكرتي ايه النهارده؟ ان انا هعمل اول يوم رمضان الحاجه اللي انا بحبها، ولكن هقنن، بمعنى هعمل حاجات بسيطه جدا، مش لا يعني اعملي كل اللي في نفسك ولكن ما تعمليش كميات. ما هو هيجي اول يوم رمضان، ده اول يوم رمضان يا جماعه بيجي مره في السنه. لو انت متعوده تعملي فيها حاجه وهتقولي اصل الحاجه غاليه يا منى والحاجه مش عارف ايه، على عيني وعلى راسي الحاجه غاليه، لكن مش هنعملها زي كل سنه. ده احنا كل سنه بنعمل قد كده، بنعمل كميات فعلا وكميات رهيبه ملهاش اي لازمه فعلا يا بنات والله. لكن تعالي نعمل حاجه بسيطه اهي. عملنا الممبار، ادي كام ممبرايه، لو كل واحد خد ممبرايه على وحده حشو من ديت، على وحده مش عارف ايه، انت فاهمه، هتعملي طبق رهيب وطبق جميل والله العظيم، والاكل هيكفي وهيفيد منه، وفعلا الاكل فاض مننا كتير جدا جدا النهارده. تمام كده. بصي يا روكي، وانت لو هتحبي تعطس معايا، بصي يا بنات عشان تبقوا عارفين، روكي بيحب يسجل معايا والله العظيم، انا مش بهرج والله. هو يلاقيني بيسجل معايا، يلاقيني بصور بيقعد لي على باب المطبخ من بره. تمام كده، هو كده حشر نفسه. تمام، لانه بيحب التصوير جدا. المهم سلقنا زي ما انتم شايفين كده الممبار يا بنات، بعد ما خلصناه ما خدش مننا وقت، لان احنا مش عاملين كميات. طلعنا بقى ايه، كيس ورق عنب من اللي احنا مفرزينه مع بعض، ورق العنب البنات الجميل. جبت الطاجن كده وقطعت فيه ايه، بصلايه كده في الارضيه كده زي ما انتم شايفين، او في القاع، وطماطمايه وشرايح ليمون وهنرصها. ده بالنسبه لطاجن ورق العنب. ماشي. طاجن ورق العنب ده الكميه اللي انا عاملاها قد ايه، حوالي اقل من ربع كيلو والله يا بنات، زي ما بقول لكم كده. انا عشان ما بكترش من الحاجه، بحيث ببقى عامله جنبها براحتي بقى. انت ممكن تعملي كذا صنف اهو، زي ما بقول لك اعملي ربع كيلو. بصي، فرحي ولادك وفرحي جوزك، وما تقطعيش عاده عمرك بتعمليها، ربنا هو اللي هيفرجها. ورزق رمضان الحمد لله الحمد لله واسع 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 يا بنات، وربنا رحمته واسعه. تمام كده حبايبي، وادعوا لنا كده، وزي ما بدعوا لكم بالله عليكم تدعوا لي وتدعوا لاولادي كده دعوه حلوه، وربنا يكرمكم يا رب بحق ده الشهر الكريم. تمام. تعالوا احنا بنحشي كده. بصي ورق العنب سريع ازاي، انا بحشي على ايدي وبحشي على الطبق على الاثنين، بس انا وانا واقفه كده ايه بستسهل، انما لما بقعد امزمز مع نفسي واحط الورقه على ايدي واحشيها. ماشي. المهم انا كنت حاطه طبعا شرايح ليمون كتير تحت، وما حطيتش غير هي شريحه الليمون دي في النص من فوق. تمام. تعالي نسقسق بقى الشوربه بتاعتنا والمحاشي بتاعتنا. كنت عملت الكوسه وعملت الفلفل، راحت فين معرفش التصوير بتاعها. بصي يا بنات انا مهيسه والله والنبي تدعوا لي ان ربنا يقويني. المهم هنا بقى خدت طبق شوربه زي ما انتم شايفين كده، ورحت متبلاه تتبيله ثانيه وحطيت عليه ايه، على فكره دي شوربه بط يا بنات، وهقول لكم برده القصه ان انا ما عملتهاش ليه قدامكم. ماشي. حطيت حته زبده فيها كده وشويه توابل وظبطتها، ورشه جوز الطيب تاني، ورشه وحته ماجي. تمام. وجبت صينيه هنا زي ما انت شايفه كده، ومسكتها ايه، دهنتها بالزبده البلدي، قطعتها كده على بال ما تسيح. بصوا لو انتوا، انا مش مشغله البوتاجاز ولا حاجه، ده هو عشان الفرن كان شغال والبوتاجاز سخن يعني، فتلاقي الزبده بتسيح. المهم كنا جايبين لفه رقاق كده واحده صغيره، وقلت اعملها استغل شوربه البط. يستحيل البط يخش البيت وما تستغليش شوربته في صينيه الرقاق دي، مستحيل. وبقيت اقطع قطع زبده كده واحطها على الوش، وسقسقي بقى الرقاق بتاعك. بص بقى، عايزه اقول لك هتاكلي حته صينيه رقاق يا بنات، عسل 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 والله العظيم بجد يعني. عارفين ليه؟ لان احنا بنسمي بسم الله وبنصلي على رسول الله طول ما احنا واقفين. وبصي عايزه اقول لك ان طول ما انت واقفه كده اذكري الله، حاجتك هتطلع جميله، وحاجتك هتطلع فيها بركه، وهتاكلوها بالف هنا وشفا يا رب على قلوبكم وقلوب حبايبكم. المهم عملنا نص اللفه كده،
حطيت حوالي 5، هي كانت حوالي 10 رقاقات او 9 حاجه زي كده. حطيت نصهم تحت ونصهم فوق زي ما انت شايفه كده، وبقيه العصاج بتاعي حطيته في نص الصينيه كده زي ما انت شايفه، وهكمل بقيه الرقاق بنفس الطريقه، وهحط زبده بقى من على الوش. تمام كده يا حبايبي زي ما انت شايفه كده. يعني الرقاق بيحب السمنه البلدي او الزبده البلدي. بصي اديله تاخدي منه نتيجه هايله، وتاخدي منه طعم رهيب وقرمشه وحاجه، يعني مقرمش من فوق وطري وجميل من جوه، حاجه كده يعني بصي سبيشال. المهم قلت ايه، حطيت طبعا ولعنا على المحشي وحطيت الرقاق في الفرن، وزي ما انت شايفه البوتاجاز كده يعني خلاص. هو قال لي ارحميني النهارده واغسليني بقى، بس طبعا لسه بدري، ده احنا لسه قدامنا هلم. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يا بنات قلت ايه، اعمل السلطه كده وانا واقفه، ما عشان انا مش هينفع ان انا خلي بالك الوقت بياكلك في ايام رمضان، وتحس ان هو بيجري زي الصاروخ كل ده. والحمد لله الحمد لله انا كنت قاريه قراني ومصليه، بصي عامله حساب الكل دوت. وكل ما الاذان يدن اروح اصلي الاول وارجع، كل ما الاذان يدن اوعي تاخري وقت الصلاه، والقران في مواعيده وظبطي حالك. انا كنت صاحيه الصبح قاريه قران، لان انا عارفه ان انا النهارده فعلا مشغوله، ويعني قضيت وقتي الحمد لله النهارده يعني الصبحيه كده. ماشي، تعالوا بقى نحمر السبرينج بتاعنا. زي ما انت شايفه كده بدات ان انا ايه، يعني الحاجات اللي هي ديت بتبقى في الاواخر يعني، ولسه طبعا موضوع الملوخيه لسه قصه تانية يعني. المهم يا بنات هحكي لكم حكايه البط كده عشان ما ننساهوش، بس بالله عليكم حطوا لايك وشير واعملوا من شل صاحباتك للفكره الهائله بتاعتنا. اولا انا ما كنتش هنزل التصوير ده بصراحه النهارده، لان بصراحه يعني حسيت ان انا ايه، بصوا والله انا زعلانه فعلا عشان اخواتنا الفلسطينيين، وما كنتش ناويه انزل الاكل دوت عشان ما حدش يتكلم او كده يعني، او هم فعلا صعبانين يعني. ما بيهمنيش كلام حد ولا بيهمني حاجه من حد، لكن انا الموضوع هو اللي مزعلني صراحه. فبس قلت ان في ناس محتاجه الفكره فعلا يعني في حد ذاتها. البطايه دي مش بطايه 10 كيلو ولا بطايه 7 كيلو ولا بطايه 5 كيلو. البطايه دي يا جماعه انا جايباها في حدود 3 كيلو 3 كيلو الا، يعني يوم ما هتصفي معاكي هتصفي معاكي في حدود 2 كيلو 2 كيلو 100 جرام 150 حاجه زي كده، مش وحشه بمقام فرخه. هل الفكره وحشه يا بنات؟ مش وحشه، ولكن انا عملت كل اللي في نفسي وما ما قطعتش عاده. انا مش بحب اقطع عاده يا جماعه، ودي عاده وربنا ما يقطع لكم عاده ولا يقطع لنا عاده يا رب. يعني حاجه يعني موضوع البط ده اصلا احنا مش اكلين فيه، لكن هو عاده كده الناس المصريين من زمان من ايام اهالينا زمان، واحنا اتعودنا ان اول يوم رمضان اضربي بط. مش عارفه ليه السفره اللي يعني اللي من غير بط في رمضان لا ما تنفعش، لا تنفع والله، وتنفع باقل حاجه كمان، وتنفع من غير لحوم كمان. لا اله الا الله، رمضان مش اكل والله، وانا عارفه كده كويس، لكن هي عادات بقى اتعودنا عليها وتقاليد، وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده، لان انا ما بحبش قطع العاده بصراحه. تمام، فربنا يا رب يكرمنا كده ويوسعها علينا وعليكم ان شاء الله. المهم كان خلاص كده الممبار بتاعنا كمان اهو اتعمل، وكانوا فاضل صباعين سبرينج حطيتهم خلاص، والموضوع انتهى على كده. ما زودت الزيت لان انا عارفه ان انا بعمل كميه بسيطه. تعالوا بقى العصاير بتاعتنا ايه. كل سنه وانتم طيبين وبرمضان فرحانين، ويا رب كده سفرتنا الجميله اللي على قدنا تكون عاجباكم. ما تبصوش ان هي انا مزوده اطباق عشان كل واحد طبعا، لكن انا عامله من كل صنف حاجه بسيطه. فكرتي النهارده ان انت تقدري تعملي اصناف ولكن حاجات بسيطه جدا. مثلا هنقول ان الطبق ده هاجيلكم وهوريهولكم كم مبارايه بالظبط كده، الله اكبر 5 أو 6 مش اكتر من كده اهم، يعني كل واحد من مباراه يا جماعه، مش قصه فاهماني. يعني انا مش عامله وسبرينج ماشي، وصينيه الرقاق المعتاده عشان الشوربه خساره ماشي، يعني انا مش عامله كميات عشان ما حدش يقول ايه عاملين وعاملين كميات والحرام والحلال والكلام اللي احنا اكيد هنسمعه. ودول شويه الملوخيه الخضراء الجميله نص كيس. انتوا عارفين احنا كنا مفرزين الكيس بتاعنا عامل 500 جرام، انا خدت 250 جرام، عملت لكل واحد شويه كده زي ما انتوا شايفين. تمام، صينيه الرقاق بتاعتنا لسه ما قطعناهاش اهي، لسه طالعه من الفرن حالا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كل سنه وانتم طيبين. تقدري تجيبي فرخه بطايه صغيره، دي هنقول بطايه بس بطايه ايه نونو، يعني حوالي 2 كيلو بعد التصفيه يعني ماشي. المحاشي طبعا بتاعتنا بنعمل محاشي في الايام العاديه. تعالوا شوفوا محشي رمضان بقى الجميل، وتقولوا لنا بالف هنا وشفا يا رب، وكل اللي ياكل منه وكل اللي يقدر فكرتنا ان احنا بنعمل ممكن تعملي اصناف. انت مش هيجي عليك اول يوم رمضان ما تعمليش اصناف، لكن بتعملي حاجات بسيطه.
تعالوا نشوف طاجن ورق العنب بتاعنا اهو. برضو بصوا زي ما انتم شايفين نص طاجن، بمعنى اقل من ربع كيلو ورق عنب يا جماعه. يعني انا مش عامله كميات، طبعا سلطه بقى. واهم حاجه عندنا الترشي بتاعنا، حتى لو عامله 100 صنف مخلل ما بحبش اقطع. عاده ان انا بشتري الترشي بتاع اول يوم رمضان من بره، ما بحبش اقطع. ده هو كيس، اما الباقي عندنا في كل رمضان. طبعا عصايرنا الجميله، التمر اللي احنا عملناه مع بعض اهو، التمر يا جماعه اهو ماشي. والبلح طبعا ما فيش. طبعا مشروبات احنا ما انتوا عارفين، ممكن تعملي 10 اصناف مشروبات، ممكن تعملي صنف واحد اكل. استنى معلش بصوا الكروره بتاعتنا معلش رجعت لكم تاني اهي بصوا الكروره الجميله دي، حاطه لهم فيها التمر عشان هم بيحبوا التمر، فحطيت لهم في كروره جميله زي دي. طبعا ما تنساش طبق البتنجان، حتى لو جبنا 1000 صنف ترش يعني. اهم حاجه عندنا طبق البتنجان بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين. لو السفره بتاعتنا عجبتنا خشوا معانا على معلش طبعا انا مبهدله، خشوا معانا على الفيديو بالكامل وقولوا لي رايكم. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان فرحانين. واتفضلوا معانا، خلاص المغرب فاضلها دقيقتين بالظبط. يلا كل سنه وانتم طيبين.